معاكِ من مطبخ شيماء. لو أول مرة تشوفيني يا ريت تشرفيني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلِك كل فيديوهاتي اللي بانزّلها، ولايك وشير لو عجبِك الفيديو. الجو أهي نايم والدنيا هادية خالص، فقُلت أمشّي الدنيا كده وأنشّط الجروب. عملت 400 جرام من الإسبونج الجاهز، عليهم 5 بيضات، وضربتهم يعني نُص كوباية مَيّة إلا حاجة بسيطة كده، وحطيت مُحسِّن وحطيت خل وضربتهم وخبزتهم وطلعوا معايا بالشكل ده. في صينية مقاس 22، وطبعًا لمّا بنجلسها بتبقى 24. عملت أنا من قيمة كام يوم كده، عملت بوست نزّلته على الجروب وقُلت إيه، حجز تورت، التورتاية ب100 جنيه. أنا ما قُلتش حجمها بصراحة، بس أنا قُلت هي هتبقى تورت اقتصادية من طبقتين 2 وعاملة 100 جنيه. فلقيت عليها الإقبال اللهم بارك حلو جدًا. فشُفت يعني قُلت لهم خلاص أنا هاشوف كده لو يوم الأحد وهنعملها إن شاء الله. وقُلت أمّا أطلّع 2 أشوف المكسب فيها كويس والّا لأ. فحسبتها كده فلقيت المكسب فيها حلو، يعني هو 30 جنيه أو 35 جنيه. فيعني حاجة كويسة مش وحشة، إن إحنا أحسن من إن إحنا ما نقلّل خالص وما فيش شغل خالص. فهو طلعت في التورتتين 35 جنيه. طبعًا كل واحدة على حسب خاماتها. أنا جايبة الكريمة ب260 جنيه، وجايبة الإسبونج عامل 50 جنيه، الإسبونج الفانيليا. فشوفي بقى طبعًا تكلفتِك وكده. بس بصراحة يعني هي حاجة تمشّي الدنيا وحاجة تنشّط الجروب، لإن الجو نايم وإحنا بنزهق بصراحة من قلة الشغل. فأنا حبيت إن أنا أشارك معاكم الorder وأورّيكم الفكرة، عشان لو حابة تعمليها هتنشّطي الجروب، هتبقى معاكِ إن شاء الله كويسة جدًا، وبإذن الله هيتم حجز. بس يعني يا ريت تعملي مثلًا مش أقل من 4 تورتات علشان تحسي بمكسب، ومش هتاخد معاكِ بجد، بجد مش هتاخد نُص ساعة. هي يا دوبك انضربت وسِبتها تستوى، وبعدين تاني يوم قُمت الصبح زي دلوقتي كده أنا باجلّسها معاكم، وباورّيكم الfinish اللي أنا هاعمله. أنا مش هاعمل finish عالي ولا هاعمل حاجة زيادة، علشان خاطر ما اكلّفش نفسي واخش في تكلفة جامدة. حطيت هنا الكريمة، عملت طبقة كده وسقيت الإسبونج، سقيته بمعلقة كبيرة من الباستري كريم، حطيت على كوباية مَيّة ودوّبته وحطيته في أي حاجة عندك، وبتسقي الطبقات الإسبونج. بيدّي طعم حلو جدًا، جدًا. وبعدين هنا حطيت الكريمة وقفّلت بقى، وجبت هنا السكرابر المشرشر وعملت زجزاج كده من الجنب. جبت بقى القمع بتاع البيتي فور وحطيته في كيس حلواني، وحطيت شوية من الكريمة وبدأت أوزّع كده روزيتات من الكريمة. عملت نُص ونُص. وهي هتشوفوا في النهاية شكلها حلو، وفي نفس الوقت ما كلّفتنيش حاجة وما خدتش أي حاجة. حطيت كام واحدة كده من الكريسبي، وهاجيب شوية من الكريسبي الصغير هاوزّعهم بشكل عشوائي كده. أي حاجة، المهم إن إحنا ما نكلّفش. وبعدين هُم دلوقتي الناس بصراحة الحلويات بقت ترفيه، فهُم يعني مين بقى هيدفع 300 جنيه والّا 200 حتى في تورتاية؟ فإحنا هنمشّي الدنيا وفي نفس الوقت حاجة كويسة وحاجة حلوة، وكل واحدة هتفرّح ولادها. جِبت هنا صوص الفراولة دوّة وقُمت عاملاه كده، لإن هي يعني بالفانيليا، فحسيت إن هو لايق معاها أكتر. وجِبت كده شوكولاتة خام وعملت بالشكل دوّة. وفي النهاية زي ما أنتم شايفين شكلها حلو جدًا. هاعمل برضه التورتاية التانية نفس الشكل، علشان خاطر هي كانت طالعة ب100 جنيه كلّهم، فما حدش طالب بصراحة design معيّن. أنا اللي كنت باعمل بدماغي، أنا اللي باعمل الحاجة اللي هي ما تكلّفنيش وفي نفس الوقت أطلّعها أبقى برضه مرضية، وفي نفس الوقت أنا ما طلّعتش حاجة وحشة، أنا مطلّعة حاجة كويسة جودتها عالية، أنا مستخدمة كريمة كويسة، مستخدمة إسبونج تمام. يعني أنا يعني مش مستقلية في الخامات علشان خاطر مطلّعاها ب100 جنيه. ففي نفس الوقت أنا بالِم الدنيا ومش عايزة يعني أحُط فاكهة بقى وأكلّف نفسي، والآخر أطلع حاطة من جيبي بدال ما أكون واخدة حاجة. هنا عملت الديسكين التانيين واتبقى معايا الديسك الخامس اللي هو الوِش، سِبته بقى يتعمل كوبايات، ممكن تعمليه 2 ترافل، هتبيعي الواحد ب10 جنيه، فدي مكسب برضه كويس جدًا. هيبقى الاتنين
ب20 جنيه مع ال200 بتوع التورتة الاتنين، يعني التورتيتين هيبقى كده 220 جنيه حلوين جدا. هيبقى بدل المكسب ما هو 35 هيبقى المكسب معاكي 55 جنيه، وما خدتش معاكي نص ساعة، اتعملت على طول لانها ما خدتش اي وقت خالص خالص. اللهم بارك، اتعملت في ما كملتش كلها على بعضها نص ساعة. فيا ريت تعمليها وجربي كده وشوفي وقولولي رأيكم ايه. هل المكسب كده هيرضيكي ولا المكسب كده قليل عليكي؟ بس هي انا مش شايفة ان هي خدت تعب او ان هي خدت مجهود علشان ان احنا نطلع مكسب اكتر من كده. فالمهم ان احنا نشتغل وننشط الدنيا كده ونخففها على الناس. زي ما انتوا شايفين انا هنا بساوي بقى التورتايه من الجنب كده بالسكرابر، بلم باقي الكريمه اللي زايده معايا، وبعدين هقوم عاملاها برضو بنفس الشكل اللي انا عملته مع التورتايه الاولانيه. هقوم مشرشره كده، واهم حاجه نمسح البورد علشان خاطر ما يبقاش شكله ملحوس وشكله مش حلو، لان الحاجه لازم عشان خاطر تجيبلك ناس تشتري او تجيبلك عملاء لازم يبقى شكلها حلو نوعا ما كده، تبقى نظيفه، نظافتها بتدل عليها علشان ان شاء الله تبيعي وتبقي الدنيا تمام وكويسه. لو وصلتي بقى معايا كده لنهاية الفيديو ما تنسيش اللايك وتقولي لي رأيك فيها ايه، وربنا يفكها علينا كلنا يا رب.